مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة البسكوت باليانسون. طريقة سهلة يعني وبسيطة. بص، انا حطيت نص كوباية سكر ومعاها معلقة كركم، ودي كوباية مية مغلية، وهجيب نص كوباية زيت، نص بس، واكون محضرة فانيليا كده سايلة هحطها كلها، واكون محضرة اليانسون غسلاه كويس ومصفياه، ومحضرة دقيق نخلة كويس، وحط عليه معلقتين بيكنج باودر. هنا بصوا بقى بوريك اليانسون غسلته وصفيته ونشف طبعا. هضيفه على الخليط اللي هي نص كوباية سكر ونص كوباية زيت وكوباية مية مغلية وفانيليا. هنا الخطوة المهمة، هنحط معلقة أو معلقتين خل. ليه؟ عشان بيخلي البسكوتة تهيش أكتر وتبقى لونها فاتح. طبعا كوباية دقيق دول أنا نخلاهم كويس وحط عليهم معلقتين بيكنج باودر، ويا ريت ما نحطهمش كلهم مرة واحدة. ليه؟ عشان زي ما قلت في دقيق بيختلف. هتلاحظوا ان هو هسيب حتى جزء في الاخر، يعني حدود نص كوباية زادت في الاخر، يعني هما بالظبط الخليط ده خد كوبايتين ونص. العجينة لازم تبقى تقيلة شوية كده زي ما انتوا شايفين. هجيب حاجة تانية وهقلب بيها اهو، زي ما انتوا شايفين. بصوا تقيلة ازاي، لازم تبقى كده. مش هحط طبعا نص كوباية دي، مش هضيفها. جبت صينية دهنتها زيت وهحط كل الخليط وافرده. طبعا هكون حاطة معلقة كده حبة زيت وافردها بالمعلقة او بايدي عادي، مش مشكلة. اهو هي يعني عجينة متماسكة وبتلزق اهو. هحاول افردها، بس انا هظبطها بايدي في الاخر، وهدخلها الفرن على 180 درجة حرارة، وهوريها لكم برضك بعد ما تخرج من الفرن، لان هنقطعها وهنحمصها. البسكوتة دي حلوة جدا ومغذية عشان فيها ينسون طبعا. في ناس بتعملها ببيض، بس في ناس ما بتحبش البيض، فهي خفيفة برضك من غير بيض. هتشوفوها بعد ما تستوي. هنا بصوا بعد ما استوت لازم تبقى باللون ده، بتعلى شوية. يعني هي بتبقى السمك قليل بس بتعلى شوية. حطيتها على شبكة طبعا عشان تبرد اهو، وهقطعها بعد ما تبرد خالص. قطعتها بردت خالص بالسمك ده بالظبط، وهحمصها الفرن. هشغل الفرن على نار هادية خالص في الشبكة في الرف اللي فوقاني، وكده بعد ما تحمص. يا رب كده الفيديو يعجبكم، ولايك يا ريت وشير واشتراك كده للقناة. ويا رب كده البسكوتة تعجبكم. شكرا، باي باي.